إذا مشاهدينا الكرام، الإعلام التونسي ينفي ادعاءات الصحفي الذي تطاول على المغرب، وادعى بأن الكهرباء انقطعت على مباراة تونس في الملعب الأولمبي بالرباط. شاهد الإعلام التونسي يرد عليه. استعدت كما يجب. شوفوا فيديو صغير في الختام، مازالونا درجين نعاودوا ذكرناكم عن زوز مراسلين، اعطيناكم كواليس كل. شوفوا شنو حضرت المغرب بالارقام، حاجه مرعبه جدا بصراحه. نعملوا طلع ونرجع. هذا مش منظر عادي، هذه رؤية بلاد كاملة بدلت وجهها. المغرب اليوم ماهوش يستقبل كان مباراة، المغرب يستقبل افريقيا والعالم. في السنوات الاخيره المغرب ما وقفتش على التحضير البسيط، المغرب دخلت في قيمه استثماريه ضخمه باش تكون البنيه التحتيه جاهزه على اعلى مستوى. المغرب صرفت اكثر من 21 مليار درهم مغربي، قريب 7 مليار دينار تونسي، على تجديد وبناء الملاعب، الفنادق، الطرق، المواصلات والمطارات، استعدادا لكاس افريقيا 2025. 9 ملاعب في 6 مدن شمال وجنوب المغرب تم ترميمها او بنائها من جديد لمستوى الكاف والفيفا. جزء من الاستثمارات هذه جهز بين 2023 و2025 باش الملاعب تكون جاهزه للكان، ثم من 2025 حتى 2028 مرحله ثانيه للتطوير، وحتى استاد جديد في بن سليمان في الطريق باش يزيد من طاقه المغرب التنظيميه الرياضيه. الملاعب هذه ماهيش صغيره، مثال ملعب مولاي عبد الله في الرباط طاقته توصل لحوالي 65 ألف متفرج بعد التوسعة، لكن الاستثمار ما كانش فقط في الملاعب. المغرب يخدم على كل البنية التحتية باش يسهل الحركة والتنقل. اليوم في المغرب بتنجم تحضر ماتش في الرباط وتشرب قهوة في طنجة وترجع تبات في الدار البيضاء في نفس النهار، فضل القطارات السريعة تي جي في من خلال توسعة الشبكة الحديدية وخطوط جديدة تربط بين المدن الكبرى داخل المغرب وتقصر أوقات السفر بشكل كبير. في نفس الوقت البلاد صرفت مليارات الدراهم في المطارات باش تزيد السعة إلى 80 مليون مسافر بحلول 2030 مع توسيع المطارات الكبرى في الدار البيضاء، مراكش، أكادير، طنجة وفاس. المغرب يعمل في السياحة، في الطرقات، في الفنادق الكبيرة باش يكون الاستقبال على أعلى مستوى. الفنادق توسعت في المدن المضيفة، الطرقات والقناطر تزادت، خدمات النقل اتطورت. هذا كان مجرد خطوة. المغرب ما حبش يقف عند كان 2025 فقط، الدولة خصت خطة استثمار أكبر لمونديال 2030 في شراكة مع إسبانيا والبرتغال بقيمة قدرت بحوالي 42 مليار درهم، قريب 14 مليار دينار تونسي، في مشاريع مختلفة تشمل ملاعب، بنية تحتية، رياضة وطيران ونقل. من بين المشاريع هذه جراند ستيد حسن طول في الدار البيضاء اللي باش يكون من أكبر الملاعب في العالم بسعة 115 ألف متفرج. من الملاعب اللامعة للقطارات السريعة للمطارات والسياحة، المغرب ما يحضرش فقط مباريات، المغرب حضر لصورة قوية، الحدث عالمي والرؤية مستقبلية. المغرب اليوم مش جاهز للكان، المغرب اليوم حاضر للتحدي العالمي الكبير. دوك انجاز رهيب وامكانيات رهيبه حتى للمونديال، حاجه كبيره المغرب. ولكن الكره راي كره غريبه، تنجم عبد اللي محضر ما يهزش وعبد يجيب غدره ويهز الكره هذيك. هي نحب نحكي على لو بونور دي سافور في 2019 بدات الحكايه من شغف.